السلام عليكم. طبق اليوم هو تمن الماش. أنا سبق ونزلته بالقناة، بس بعض التعليقات قالوا مو واضح، فعدته مرة ثانية. هنا أنا أول شي حناخذ كوب من الماش مو متروس، يعني شوفوا ناقص شوية، وكوبين رز غسلتهم. بالبداية راح أسلق الماش، أنزله على مي بارد مو حار، أفتح النار عليه وبس يغلي أغطيه وأتركه إلى أن يستوي نص استواء، يعني مو يذوب. هنا بين ما يستوي الماش راح أحمس البصل، خليت شوية زيت مع قطعة من الزبد، اختياري طبعا هذا، هاي الإضافة. وضفت البصل بصلة كبيرة أو قطعتين بصل إذا كانت حبة البصل صغيرة. نضيف عليها ملح، وهنا أنا طبعا استوى على النص الماش. وضفت الرز، بعد ما نضيف الرز نحسب 8 دقايق ونصفيه. هنا أنا ضفت الملح، ولازم نذوق المي يكون مالح لأنه هذا المي راح نبذله، يعني نصفيه. ضفت قليل من الكمون، وضفت على البصل دارسين ونوم بصرة، هذا أيضا اختياري بس ينطي طعم كلش طيب. ولازم نحرك التمن بالفترة الثمان دقايق هاي، وبعدين صفيته ورجعته لنفس الجدر، ونزلت عليه البصل وخلطته وأخليه يتهدر من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة، نار هادئة جدا. بالفترة اللي نترك فيها الرز على النار للتهدير، بنص هذه الفترة، يعني إذا نص ساعة يعني ربع ساعة، نقلبه شوية الرز حتى يستوي كله من كل الجهات. يقدم مع الدبس أو الروب أو السلطة حسب الرغبة. شوفوا هنا شلون كان الرز نثري حبة بحبتها. بالفيديو السابق جاني تعليق إنه المي هواية بالنسبة للرز، بس أني أبزله، يعني ما مو تطبيق. التطبيق يخلوا له كمية المي يا دوب يغطي الرز أو التمن، بس بحالة التصفاة لا، تكون كمية المي أكثر من الرز لأنه حصفيه. وأنا هنا قدمته ويا السلطة ويا اللبن. سلامكم العافية.